ازيكم يا بنات؟ انا النهارده هوريكم ازاي تنظموا السراحه بتاعتكم. هوريكم اول حاجه شكلها من بعيد. هي كبيره. انا كنت قصده ان انا لازم السراحه بتاعتي تكون كبيره او مودرن، علشان انا حاجتي كتير بحيث ان هي تشيل حاجات كتير وما احتاجش ادراج. اوكي، زي ما انتم شايفين هي كبيره قوي يعني. اول حاجه هو بالنسبه لحاجات الميك اب. انا جبت شنطتين. طبعا مفيش بنت متعرفش الشنط دي. الشنط اللي هي تتفتح من فوق، تمام. دول بيبقوا 3 في بعض، شنطة كبيرة وشنطة صغيرة. الشنطة الكبيرة دي انا بحط فيها الفاونديشن مثلا، بحط فيها الباودر، بحط فيها البلاشر، الحاجات اللي هي الكبيرة. اما اللي هي الاصغر ديت زي ما انتم شايفين بحط فيها البيوتي بلندر، بحط فيها الروجات بتاعتي كلها او الكونسيلر بس. بحيث ان الحاجات كلها ما تدخلش في بعض وابتدي ادور عليها. فانا مقسماها علشان ما تلخبطش. هنا الروجات والكونسيلر، وتحت هو الايه الهواء الروجو مثلا والفاونديشن الحاجات دي. وطبعا الفرش هقول لكم بعد كده انا حطاها بعيده عن هنا، حطاها بطريقه ازاي بحيث ان هي ما تتوسخش وفي نفس الوقت ابقى محافظه عليها. تاني حاجه هو المنبه. زي ما انتم شايفين انا كنت وريته لكم قبل كده. انا بحب جدا اصلا المنبه دوت. وانا بحطه على السريحه بتاعتي، ما بحبش احطه جنبي بحيث ان انا لما اكون ظابطه المنبه بتاعي اضطر ان انا اقوم لغايه ما اقفله، علشان لو انا حاطاه جنبي على السرير، على قصدي الكومود جنبي جنب السرير، طبعا ممكن اصحى من النوم اقفله واكمل نوم عادي. فانا بفضل ان انا احطه هنا بحيث ان انا اضطر ان انا اقوم. الحاجه اللي بعد كده هو دوت، ده الستاند. هطلعها لكم عشان تشوفوا كويس. اوبس، انا نقلت الدنيا، مش مهم. اهو ده الستاند، انا حبيت اوريهولكوا. الستاند دوت انا حاطه فيه كل فرشي علشان ما احطش الفرش في الدرج وتاخد مكان، او في نفس الوقت ببقى لو انا محتاجه اي فرشه في اي وقت اقدر الاقيه. زي ما انتم شايفين شكله عامل كده. وفي خرام بحيث ان انا اقدر اطلعها وادخلها كده زي ما انتم شايفين كده اهو. اوكي، وفي نفس الوقت ما بياخدش مكان كبير، وعامل برضو لمسة ديكورية شوية في السراحة. شكله لطيف وبرضو لايق في الالوان يعني. ايه الحاجة اللي بعد كده؟ انا في حاجة نسيت اوريها لكم. الحاجتين دول انا حطاهم هنا علشان دول انا باخدهم معايا وانا نازلة الصبح. ده الباكت دوت انا حاطه فيه الادوية، شوية ادوية باخدها معايا وانا نازلة الصبح. ودي شنطة زي ما انتم شايفين كده، شكلها جميل قوي، عجبتني قوي. زي ما انتم شايفين حلوة جدا. دي بسوستة. وانا نازله الصبح الحاجات اللي انا محتاجاها بحطها فيها وبحطها في الشنطة بتاعتي، علشان ما بحبش احط الحاجات في الشنطة بتاعتي وتتبهدل واقعد ادور عليها، تبقى كلها متجمعة في حاجة واحدة واحطها جوه الشنطة. بعد كده انا حاطه السبريهات بتاعتي، يعني الديودرنت والسبريهين. ما تحاوليش تجيبي، حتى لو انتي عروسه ما تجيبيش حاجات كتير علشان بجد مش هتلاقي مكان تحطيها فيه. تاني حاجة يعني مش حلو ان انتي اصلا هتزهقي على فكرة يعني. فانتي الاحسن تحطي، طلعي بس 3 او 4 لو انتي عروسة جديدة، والباقي تشيليه، ولما يخلصوا تقومي مطلعه غيرهم. ما تحطيش الحاجات كلها مع بعضيها، تاخدلك مكان كبير وهتلاقي السراحة بتاعتك بقت زحمة جدا وملهاش لازمة يعني. فانا حاطه هنا اهو 3 سبرايهات ديودرنت و2 سبراي. وبعد كده حاطه ده الاويل بتاعي، ودي دوت البادي سبلاش. اوكي، ودوت شيمري. ودول البرفيومز بتاعتي برضو، مش حاطه برفان، مش مطلعه برفانات كتير اللي ملهمش لازمه يعني. ايه حاجه اللي هي حاجه برفيوم وحاجه اودي تويلت، حاجه خفيفه وحاجه تقيله، بحيث ان يبقى عندي كل حاجات مختلفه ممكن استخدمها في كل الاوقات. بعد كده حاطه هنا هو الباودر بتاعتي، عندي برضو 2 باودر اهو، انا كنت حكيت لكم عنهم قبل كده. بعد كده عندي البتاعه دي. انا طبعا انتوا عارفين انا كنت جايباها من ايكيا. هي اصلا المفروض على فكره ان هي بحط فيها شمعة وبتبقى عامله زي الشمعدان، بس انا استغلتها علشان احط فيها الفرش بتاعتي. زي ما انتم شايفين حاطه كل الفرش، وحاطه كمان الكحل، وحاطه الماسكارا، من اي حاجه طويله. حاطه الفرش الرفيعه كلها، حاطه المبارد كمان اللي هي الطويله بحيث ان هي متاخديش مكان زي ما انتم شايفين كده. فاي حاجه طويله انا حطاها هنا. ولماني معظم حاجتي الحاجات الميك اب اللي هي زي الماسكارا والحاجات دي، بحيث ان هي برضو ما تتلخبطش مع الروجات ومع الحاجات التانية.
الحاجه اللي بعد كده هما الثلاث حاجات دول. بجد انصح كل بنوته ان انتي علشان تقدري تلمي حاجاتك على السراحه ان انتي لازم تجيبي يا اما علب صغيره. طبعا في اشكال كتير كل واحد على حسب ذوقه، بس حاولي على قد ما تقدري ان انتي تلمي حاجاتك الرفيعه في حاجات مقفوله، في بوكسز يعني واتيفر كان شكلها عامل ازاي. انا كنت وريت لكم دي حاجات بوكسز صغيره كده بتتفتح زي ما انتم شايفين. انا حاطه فيها الخواتم بتاعتي. ممكن تحطي بقى الخواتم، تحطي بقى فيها ابر مثلا، حاجه زي ما انت عايزه. كل حاجه يعني بتبقى حلوه قوي، بتشيل الحاجات الرفيعه بدل ايه ماضيه زي ما انتم شايفين، وانا كنت كلمتكم عنهم قبل كده بالتفصيل يعني. تاني حاجه هو البوكس ده زي ما انتم شايفين، كنت جايباه من هوم سنتر، كان حلو قوي، عجبني، لطيف، شكله حلو، وفي نفس بيتفتح كده هو زي ما انتم شايفين كده. اوكي. ده بقى تحفه يعني، زي ما انتم شايفين اصلا خامته تحفه. وانا مستخدماه حاطه فيه اللانسز بتاعتي، والناحيه دي حاطه فيه الحلقان والتوك الصغيره اللي هي الكليبسات دي، الحاجات الرفنطوعه دي اللي بتضيع في الادراج وبتضيع في اي حته تحط فيها. فانا كده محافظه عليهم، وفي نفس الوقت قافله عليهم، مش متوترين على السراحه، وفي نفس الوقت مديه شكل جمالي حلو جدا للسراحه بتاعتي. بجد يا جماعه، بجد العلبه دي زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي، حلوه جدا. ايه الحاجه اللي بعد كده؟ ده ديكور انا كنت جايباه، كان مكتوب عليه يعني اسمي من الناحيه التانية، احب كده تبقى قدامي. دي المفروض كانت علبه مصحف زي ما انتم شايفين اللي هي السيلفر دي. بس انا عندي كذا واحده، فانا استغليت دي ان انا احط فيها الدبابيس بتاعتي بدل ما اقعد الف عليها. يعني زي ما انتم شايفين حاطه فيها الدبابيس اهي، كل الدبابيس، اي حاجه ليها علاقه بالدبابيس. حاطه فيها برضو اللي هي التوك الرفيعه، الحاجات الرفنطوعه دي. حاطه فيها برضو اللي هي اسمها ايه، البنز بتاعت الشعر. يعني كل حته رفيعه حطها بصوا في علب كده وحطاها كل الدبابيس، بحيث ان زي ما انتم عارفين ان الدبابيس طبعا بتتنطور لاي عروسه جديده، فانصحك ان انت لازم تلميهم في علبه بحيث ان انت تحافظي عليهم، وفي نفس الوقت ما يعني ايه ما يتنطوروش منك ويبقى شكلهم مش حلو. في نفس الوقت ادي كده اول ما بتتقفل ولا كأن فيها اي حاجه خالص، ومديه منظر جمالي تحفه، وتبقى حاجه حلوه كمان بالنسبه للعرايس الجداد. لازم تبقى فيه لمسه جماليه عندك يعني. فانا دي ايه اللمسه الجماليه بتاعتي اللي في السراحه بتاعتي، ان انا حاطه الحاجات دي علشان تدي لمسه جماليه. الحاجه اللي بعد كده البوكس دوت زي ما انتم شايفين، ده بوكس كرتون مكوع على شكل حرف ال. انا كان جايلي يعني هديه، هو بيبقى عامل كده. اوكي، حلو جدا، وانصحكم ان انتوا تستفيدوا من العلب اللي هي كرتون على فكره ما فيهاش اي حاجه. لو لقيتوا اشكال حلوه ان انتوا تجيبوها، او ممكن كمان تعملوا بيها اشغال وتعمليها مثلا تحطي عليها مثلا ورق نفس لون السراحه بتاعتك او نفس اللون اللي انتي عاملاه في اوضتك، بحيث ان هو برضو يدي لمسه ديكوريه حلوه. يعني زي ما انتوا شايفين انا صراحه انا بحب العلبه دي قوي. اوكي، انا بقى حاطه فيها ايه؟ انا لما فيها كل الحاجات اللي ليها علاقه بالديكير، علشان لو انا حطيتها لوحدها على السراحه طبعا هتتلخبط وبقى وممكن حاجه تقع ويسيحوا على بعض واقعد ادور. فانا لما كل الحاجات في العلبه دي زي ما انتم شايفين، حاطه سوليوشن ميه الورد، حاطه الكريم، السبراي، البادي سبلاش الصغير اللي انا باخده الصبح، برضو البرفيوم الصغنطوط، الليب بالم، البادي باتر بتاعت بادي شوب اهيت، والبادي باتر الكوكو باتر، وزيت جونسون طبعا اللي لا غنى عنه لاي بنوته عروسه. انا بقول لكم برضو على حاجات عشان تبقوا عارفين يعني. دوت شاور جل كنت جايباه من بادي شوب. ده بادي ميلك برضو من بادي شوب كنت كلمتكم عليه، حلو قوي. فهي دي صراحه بجد لمالي كل الحاجات. انا لما ببقى محتاجه اي حاجه من الحاجات دي ما بضطرش ان انا طبعا ادور عليها، لان هي طبعا بتبقى محطوطه قدامي في العلبه دي كل حاجه ملمومه. فبتسهل عليا كتير بجد. لان فعلا قبل كده قبل ما احط الحاجات دي في العلبه دي، تخيلوا ان الحاجات دي كلها كانت محطوطه جنب بعض، فطبعا كانت بتضيع، واحط شويه في الدرج والدرج الحاجات تقع على بعض، فكانش ليها لازمه خالص. بعد كده عندي طبعا ايه الركن دوت. الركن ده بقى انا عاملاه للحاجات بتاعت جوزي، يعني دي الحاجات كلها اللي ليها علاقه بيه، البرفيومز بتاعته كلها، حاطه السبريهات ورا بعض.
ده السبلاش بتاعه، حاطه الحاجات كلها بتاعته ورا بعض والبرفيومز بتاعته. اوكي، زي ما انتوا عارفين ان حاجات اصلا الرجاله مش بتبقى كتير، فخليها ليه هو كورنر لوحده حاجته كلها محطوطه فيه. اخر حاجه هنتكلم عنها هو البوكس دوت. اوكي، زي ما انتوا شايفين كده، انا حاطاه في الاخر برضه هوريكم هو محطوط ازاي من بعيد عشان تبقوا عارفين التنظيم. البوكس دوت دي على فكره كانت جيفت بوكس، كنت جايباها برضه من بادي شوب. برضه دي تعتبر كرتون، يعني سهل قوي ان انت تجيبيها من اي حته اصلا وتعمليها بنفسك. لما فيها بقى ايه، حاطه فيها كل المانيكيرز بتوعي، حاطه فيها الاسيتون، حاطه فيها دوت بادي ماست مش بستخدمه كتير فحطاه، حاطه فيها دي القطن بتاع الودان، حاطه فيها كمان ده الكريم بتاع الوش، حاطه فيها كريم الشعر اوكي فوق بعض، حاطه فيها ده الطقم بتاع المانيكير بتاعي زي ما كلمتكم عنه قبل كده، بتاع المانيكير والباديكير. لماهم في كيس كده عشان ما يتنطروش مني وفي نفس الوقت ما يتعرضوش لعدوى. حطاهم كده في كيس برضو، حطاهم في العلبه هنا. حاطه الاسيتون، اسيتون اللي هو المناديل اللي كنت كلمتكم عنها قبل كده. واخر حاجه حاطه دي الستيكس بتاعت اللي هي الايه توس باك قصدي، اللي هي بتاعت السنان دي، طبعا مشهوره قوي وتحفه بجد، وانصحكم انتوا لازم تجربوها. طبعا زي ما انتم شايفين كده دي الحاجات اللي هي ايه ليها علاقه ببعض. فبالتالي انا نظمت حاجتي، حطيتها يعني في حاجه مش مكلفه خالص على فكره، يعني ما جبتش اورجنايزر ولا حاجه، دي حاجات موجوده عندي قدرت ان انا انظم بيها حاجتي، وحاجتي ما تبقاش متنطوره، وكل حاجه احطها في درج شكل وانسى هي محطوطه فين. فالحاجات اللي انا بستخدمها ايه يوميا او اسبوعيا، الحاجات اللي انا ببقى محتاجاها دايما في حياتي حطاها زي ما انتم شايفين. انا برضو هصورها لكم تاني عشان تبقوا عارفين التنظيم. زي ما انتم شايفين كده، حط الاول شراط الميك اب، بعد كده الفرش، بعد كده البرفيومز والسبراي والفرش بتاعتي واللمسه الجماليه بتاعتي اللي على السراحه اللي هي البوكسات التلاتة ديت والبوكسين اللي قدام بعض. وبعد كده حاطه العلبه دي اللي انا بحبها جدا بجد وبتفائل بيها. وبعد كده حاطه العلبه اللي في الاخر اللي لما كل حاجتي. يا رب بجد يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هعمل لكم حاجات حلوه كتيره تعلمكم ازاي تنظموا بيتكم، وازاي تنظموا فعلا حياتكم وتنظموا افكاركم، لان بجد كل بنوته لازم تبقى منظمه، علشان بجد دي احلى حاجه في الدنيا، ان انت لو نظمتي نفسك في كل حاجه مفيش اي حاجه هتبقى صعبه بالنسبه لك. اشوفكم الفيديو اللي جاي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب، وان شاء الله اكون دايما بفيدكم على قد اعجابكم. باي باي.